بصوا بقى هناكل النهاردة أكلة جميلة. أكلة كده على الغدا بتفكرنا بأيام زمان. طبعا هنعمل النهاردة صينية بطاطس باللحمة إنما خطيرة. بس قبل كده أنا عزة مصطفى، ويشرفني ويسعدني إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان تشوفوا كل جديد. هنبدأ هنا نسلق اللحمة بتاعتنا في مية مغلية على النار. نزلت باللحمة وحطيت عليها كمان لوري وحبهان وبصلاية، وقبل ما احط الملح هسيبها تتسلق شوية كده. بعد كده هناخد البطاطس بتاعتنا اللي كانت متقشرة ومغسولة كويس جدا، وهنبدأ نقطع البطاطس بالشكل الحلو ده. طبعا هنقطع البطاطس حلقات سمكها متوسط، لا هي تخينة ولا هي رقيقة. طبعا صينية البطاطس من أهم الأكلات اللي ممكن نحطها على السفرة. كلنا بنحب جدا صينية البطاطس باللحمة، بيكون طعمها حلو قوي قوي. وطبعا ريحتها وهي خارجة كده من الفرن حاجة كده وهم، حاجة كده عظمة. طبعا صينية البطاطس غنية عن التعريف يا جماعة، كلنا بنحبها. بعد ما قطعنا البطاطس، طبعا البطاطس مهم جدا يكون ليه كمية بصل كويسة. هنقطع كده كمية بصل كويسة جدا وتكون مش قليلة عشان تدي البطاطس طعم حلو قوي. قطعنا شوية من البصل كده وحطيناه على البطاطس، وكمان هناخد فصين من الثوم ونفرمهم كده بالشكل السريع ده، وبرضه هنحطهم على البطاطس. لما اكل كده صينية بطاطس احس انها بتدوب في البق. هنشوف ازاي دلوقتي هنسويها بطريقة سهلة كده، وهتبقى كده زي الزبدة، تسويتها جميلة قوي وطعمها حلو قوي. حطينا بقى التوابل بتاعتنا واللي هي فلفل اسمر وكمون وملح. ولو حابة بقى صينية البطاطس مشطشطة ممكن تحطي شوية شطة، بس انا هنا ما حطيتش شطة. هنقلب كل الحاجات الحلوة دي مع بعضيها كده بالشكل الحلو ده عشان تمتزج كده مع بعضيها وتدينا الطعم والريحة الحلوة قوي لأحلى صينية بطاطس. حطينا شوية من الزيت كده، شوية مش كتير من الزيت، وهنبدأ برضو نقلب كل الحاجات الحلوة دي. طبعا ممكن نسيبها كده شوية تاخد وتدي مع بعضيها كده يعني الروايح الحلوة دي تمتزج كده مع بعضيها وتدي ريحة حلوة قوي. عقبال كده ما نعصر الطماطم، هنعمل كده على صينية البطاطس دي كمية طماطم كده كويسة، علشان لازم البطاطس تكون متشربة من عصير الطماطم كويس جدا عشان تبقى طعمها حلو قوي. حطينا كده عصير الطماطم المتصفي، وهنبدأ نقلب كويس قوي. وطبعا والطماطم كده مع البطاطس بتغلي مع بعضيها الصينية كده على النار، هنحط معلقة من السكر. وهنا كانت خلاص اللحمة استوت كده وبقت بالشكل الحلو ده. وهناخد كده اللحمة بتاعتنا ونحطها على صينية البطاطس بعد ما استوت كده. آه، آم، يعني بقت كده اكتر من نص سوا، يعني ايه، تلات ارباع سوا كده. وهناخد بقى اللحمة ونحطها في صينية البطاطس تكمل السوا بتاعها في صينية البطاطس عشان تبقى دايبة كده ومستوية وزي الزبدة. طبعا البطاطس بيدي طعم حلو للحمة، وكمان اللحمة بتدي طعم حلو للبطاطس، يعني خليط كده من الطعم الجميل والريحة الخطيرة. هنعمل احلى صينية بطاطس باللحمة، طعمها حلو قوي وريحتها كمان حلوة جدا. هتخرج كده من الفرن، الريحة فعلا بتكون يعني ايه الريحة فعلا خطيرة. وهنقلب كويس قوي كده، وبدأت خلاص صينية البطاطس تستوي وكانت بالشكل القمر ده. الله، شايفين الجمال؟ شايفين قد ايه حلوة قوي، كانت مستوية زي الزبدة، واللحمة كمان كانت دايبة ومستوية قوي قوي. صينية بطاطس كده ريحتها خطيرة خطيرة جدا. طبعا كان لازم تدخل الفرن عشان السوى المظبوط جدا بيكون في الفرن، بتبقى دايبة كده وماسكة نفسها، ولا هي مهرية ومهروسة ولا هي مش مستوية. هنبدأ هنا نغرف الطبق بتاعنا. طبعا ممكن تعملي الرز بشعرية أو رز أبيض مع صينية البطاطس باللحمة زي ما تحبي.
هنبدأ نغرف الطبق بتاعنا. طبعا البطاطس كان حلوة قوي، واللحمة كمان مستوية ودايبة. ده كان الطبق بتاعنا النهاردة مع شوية الشوربة بقى الخطيرة. ده كان الغدا، وده كانت وصفتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو،